السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص اللي حصل أمس مع عصام الآنسي في اللايف وليش عض النعال وبكي. أولا أنا كنت فاتح لايف في صفحتي أنا والأخ قحطان، رجل والله والنعم فيه قحطان والأغلب يعرفه. فاقترح علي يوسف، قال لي ايش رايك ننزل من اللايف تبعك ونروح عند عصام الآنسي ندردش معه ونحاول نفهمه ان مقاطعه تضرنا اكثر من لما تنفعنا. قلت له يا قحطان انا اعرف عقليه عصام الانسي ما بنستفيدش، لكن نروح نقرب. رحنا طلعنا مع عصام الانسي نتكلم معه بكل ادب واحترام. 2000 شخص في اللايف امس وكان حاضر وعارف. ما كانش في داعي لهذا انه يعض النعال ويبكي، بس هي عمليه اسلوب تحويل الموضوع من ضد الى، يعني بدل ما يكون ضدي يصبح لي. المهم فعصام الانسي نكلمه نقول له يا عصام الانسي، انت الحين قاعد تشوي بسمعه اليمن واليمنيين. انت الحين خليت الشعوب تنظر للشعب اليمني انه عايش عيشه حيوانات من خلال مقاطعك. خليتنا حثالة المجتمع. فورا يحولك للسياسه ويقول لك الشعب ياكل من الزباله، والشعب بدون رواتب، والشعب ما يتجوع، قلت له انا معك، انا معك فعلا في ظلم وفي فساد وفي ناس مظلومه في اليمن، لكن ايش دخل بلاط الحمام باللي ياكل من الزباله؟ جاوبني على السؤال هذا. يرجع على طول ايش؟ انهم اكلوا حلاله باليمن وانه الظلام وانه. قلت له انا معك يا عصام العنسي، ايش دخل السكريم الثلج بالفقره اللي باليمن؟ انت يا عصام تنقل معاناه الشعب اليمني، تتكلم عن قضايا انسانيه وانا اول واحد معك اقسم بالله العظيم. تكلم على الفقر، تكلم على الفساد، تكلم على البطاله، تكلم عن انقطاع الرواتب، واحنا معك كلنا. لكن جيت تقول لي البلاط انظف من وجهي، ما شفتش بلاط باليمن، ما شفتش حمام باليمن، تشان يطلع ايدك؟ لا باك ولا باللي بيأيدك. اللي بيأيدك هذا ما معوش عقل قسما بالله العظيم، اكه عايش له عدو قم غوان، ما هوش جاري مش سالفه. تكلم بقضايا انسانيه وهو يرجع بعدين للسياسه والمدري ايش. عصام ذكي مش غبي، من النوع اللي اذا طلعت تحجر له بموضوع محتواه ينقلك فورا للجوع والبطاله. واحنا عارفين الشعب اليمني شعب عاطفي، فورا يبداوا معه اي والله انه جوع، والله اني بطاله، والله ما في رواتب، احنا بنتنا جوع وانتم جالسين. طيب من قال غير الكلام هذا؟ من قال انه ما فيش جوع ما فيش بطاله؟ لكن نرجع الموضوع الأهم اللي دخلنا عشانه، ايش دخل بلاط الحمام والسكريم والعنب العظام بالبطالة والجوع والرواتب والفساد اللي قاعد يصير في اليمن؟ بالعقل يا جماعة افهموا. الناس وصلوا الفضاء واحنا عاد احنا متنكين. يجي واحد ينزل دمعتين قمنا بعده كلنا تعاطفنا والله انه كلامه صح. فهموا. انا معك يا عصام الانسي ومع اي شخص يتكلم عن معاناة الشعب اليمني، بس بالعقل تكلم ايش اللي قاعد يصير. ما تجيش يشوي بسمعتي انا كيمني داخل صفحتك وتقول لي انا جالس انقل معاناه الشعب اليمني. كيف تنقل معاناه الشعب اليمني بالبلاط الحمام بالسكارين بالعنب العظام بالاناناس وبالروتي؟ مو معاناه هذه اللي تنقله. ما في الا تشويه سمعه لنا. يعني بالله عليك منظمه حقوق الانسان او الدول المجاوره بيجوا يتعاطفوا مع الشعب اليمني عشان عصام الانسي قال بلاط الحمام انضف من وجهه؟ يا جماعه فهموا بالعقل وعوعوا. مش هو يجي يدي لنا كلام خزعبلات ودخل نزل دمعتين وتكلم عن الجوع واحنا نقول اوه والله انه صادق. تشوف باللايف كلامه بجهه ومقاطعه كلامه بجهه. خلى كلامك اللي باللايف وبالمقاطع. تكلم عن معاناة الشعب اليمني، تكلم عن الظلم، تكلم عن الفساد، عن البطالة، تكلم عن تدهور التعليم. عادي احنا معك ما احناش ضدك. لكن عصام الانسي حتى من خلال كلامه امس قال انا اشي استفز الشعب اليمني عشان يوقع ثوره وتوقع حبه شعبيه. مع احترامي الكبير لك يا عصام الانسي عمرها ما بتوقع ثوره من بلد حمام، الله يرحم لي امك. انت حاول تلتمس معاناه الشعب، حاول تشوف ايش اللي يعانوا منه وتكلم عليه. وش تدور لي عم بعظام وتدور لي اناناس وسكريم ثلجي وتروح تعمل لي حليب بالمراعي داخل الثلاجه ولما يوقع ثلج وتقول ما حصلتش منه باليمن وتشي تعمل انتفاضه؟ لا بك ولا باللي بيأيدك قسما بالله العظيم، بالعقل وبالمنطق. وبالاخير انا اقول اسال الله العلي القدير ان يعين عصام الانسي على الحاله النفسيه الذي هو فيه به. انا والله كنا لك كل الحب والتقدير يا عصام، ما دخلت امس الا معزه واحترام لك، وما كنتش انتمي لاي طرف سياسي، ولكن تعارضك من خلال كلامك انه في ظلم ومجاعه باليمن وناس تاكل من الزباله وناس تجلس ايام ما عندش قوت يومه. انا مانيش معك بالكلام هذا، انا مانيش ضدك، انا معك. في ناس في ناس ميتين جوع، لكن احنا كيف ننقل معاناه الشعب اليمني للراي العام؟ كيف نوصل صوتنا منظمه حقوق الانسان؟ نوصله بالقضايا الانسانيه الحقيقه اللي يتكلموا فيه بالناس. ما اجيش اتكلم لي انا على مأكولات ما هيش موجوده باليمن ولا ما بش نظافه ولا.
من وين تفهم انت يا عصام؟ ما تركليش مجال امس ان انا اتكلم، عاد انا ادي كلمتين وتدخل زي الشاص. قحطان يدي كلمتين وتدخل انا زي الشاص. بالاخير لما شفتني حجرت لك بموضوع ان مقاطعك مالش دخل بمعاناة الشعب اليمني، قمت عضيك النعال وبكيك والناس تعاطفوا معك. احنا شعب يمني متعاطف، انا اقول لكم انا نتعاطف، لما نزل دمعة والله نحن نتعاطف. طيب انا طلعت ضدك امس باللايف، انا معك انه في جوع وفي فساد وفي ظلم باليمن، لكن ايش دخل ام البلد حق الحمام؟ بالعقل بالعقل يا جماعه.